بيبدأ فيلمنا النهاردة في غابة بعيدة جدا في مكان اسمه المملكة السحرية، واللي بتكون متحوطة بالجبال والبحيرات الصخرية، وعايشة هناك عيلة كبيرة جدا واسمها عيلة الأميرة إيلين. والكائنات اللي عايشة هناك مختلفة جدا عن أي حاجة نعرفها، وبنشوف الأميرة إيلين وهي راكبة على القط المجنح بتاعها، وبتكون مبسوطة جدا وهي بتطير في السماء مع باقي زمايلها. وفجأة بتنطلق شعلة من السماء وبتكون طالعة من القصر الملكي، وبتفهم ساعتها إيلين إن ده استدعاء ليها من القصر. وبنعرف هنا إن إيلين بتكون البنت الوحيدة للملك والملكة، ووقتها بنشوف أصحابها وهم بيفكروها بحفلة عيد ميلادها ال15، وبيسألوها قبل ما تمشي لو هي هتعزمهم في القصر بتاعها زي السنة اللي فاتت. لكن إيلين بتقول لهم إنها مش هتعمل حفلة عيد ميلاد السنة دي، وإن هي هتكتفي بحفلة صغيرة بينها وبين عيلتها المقربة. ومع إن أصحابها بيستغربوا من تصرفها جدا، ولكنهم بيهنوها بعيد ميلادها. ولما بتوصل إيلين للقصر الملكي بتقابلها على الباب الوزيرة نزارة، وبتعتذر لها علشان هي اللي أطلقت الشعلة في وقت فسحتها، وبتقول لها قدام الحرس إن أبوها وأمها عايزينها ضروري. وبعدها بتدخل القصر وبتكشف لنا سر إن هي وكل اللي في القصر مخبيين عن شعب المملكة إن باباها ومامتها اتحولوا لوحوش، وبتحاول إيلي إنها تفك التعويذة السحرية اللي صابت باباها ومامتها، وبتروح رحلة للغابة المظلمة. وأثناء الرحلة دي بتواجه صعوبات كتير. لو حابين تشوفوا ملخص الفيلم هتلاقوه موجود على قناتنا، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لقناتنا حكايات انمي. وسلام.